الولاد معلومات بدري عليها وهنفتح عينيهم. بالمناسبة هي عيني الولاد متفتحة لوحدها، مفيش حاجة اسمها فتح عين. صحيح. يعني حضرتك لو ولادك في مدرسة أو في نادي أو عندك قرايب أو ليك جيران أو عندك نت أو معاهم تليفونات، فتوقع إن ولادك يعرفوا حاجات أكتر منك. صحيح. تمام. فهي فكرة بس ان انا مش عايز حد يفتح عين ولادي، لا حضرتك انت اللي محتاج تفتح عينيك. لكن ولادك قولا واحدا دماغه. اقعد قدام اي فيلم او مسلسل دلوقتي وشوف كميه الرسائل الجنسيه اللي بتتبعت للولاد. انت متخيل ان في حد ما يعرفش حاجه قاعد بيتفرج على كل هذه القذائف اللي بتترمى عليهم يوميا من غير ما يكون فاهم ده ايه؟ لا فاهم، بس فاهم من انهي زاويه؟ فاهم من زاويتي انا بقيم اخلاقي وبشكل علمي بشكل سليم، ولا فاهم بزاويه الاخر بره ايا كان الاخر بقى، صاحبه النت المواقع الاباحيه. صحيح. بتلازم في هذا الجانب بقى الخزي. الجنس في حد ذاته ما يبقاش مشكله اذا تم التعامل معاه على انه امر طبيعي جدا من حياتنا، مش محتاج كل الشد ده، هو محتاج فقط الاحترام والخصوصيه والحدود، لكن مش محتاج الفزع، محتاج الخزي. الخزي بيبقى في التربيه من اول ما بنضرب الولد على ايديه او البنت عشان كده غلط، وعلى الله تلمس اعضائك تاني. اول خزي انت عملته. صحيح.